سمير. في 3 اخطاء. اول حاجه مفيش ضغط على الكوره، الراجل بيلعب الكوره نمره 1. نمره 2 عبد الشافي اوتوماتيك ادام الراجل طلع بره اللاين بتاع الديفنس لازم اقف واطلعه اوف سايد. يعني بص عبد الشافي لازم يقف هنا، طلع الراجل اوف سايد. تاني حاجه تعال نشوف الرياكشن بتاع فتح الله. كره اتلعبت طبعا وليد سليمان لعبها بشكل كويس جدا. بص الرياكشن ابو تريكه سابق خطوتين 3. فتح الله الرياكشن بتاعه بطيء. كمان يا ميدو. اخيرا الكره دي ما تخش في عبد الواحد. يعني زاويه مغلقه، ما تخش في الزاويه الضيقه. طبعا مش عايز اتكلم بشكل سلبي على اللعيبه، لكن زي ما قلت انا في بين الشوطين يا كابتن خالد، الف ب كوره، الف ب ديفنس. عبد الشافي نفس الاخطاء في ماتش اورلاندو، الراجل بيطلعه اوف سايد يا كابتن خالد، مفيش اسهل من كده. انا برجع لغايه خط الديفنس بتاعي وبعد كده بقف، الراجل اوف سايد. الراجل بيلعبها لازم فتح الله بالرياكشن بتاعه اسرع. لازم الكره لما تتشاط عبد الواحد يبقى قافل القريبه. كلها حاجات صغيره فرقت ما بين تفوق النادي الاهلي النهارده على نادي الزمالك. من الناحيه الهجوميه الناحيه الثانيه كره لاحمد جعفر في 6 يارده، كل مهاجمين العالم بيضيعوا مفيش مشكله، لكن الف ب الكره جايه لي في قلب الجون لازم احطها بعيد عن الجون او بعيد عن الحارس. ما ننساش في دوشه الماتش دي كلها، ما ننساش شريف اكرامي، تالق شريف اكرامي النهارده مطلع 3 كور اهداف مؤكده، منها الكره الاولانيه بتاعت وائل جمعه اللي خبطت في حماده طلبه وشريف طلعها الشوط الاولاني، وكره احمد جعفر حتى رغم ان هي في نص الجون انما فيها رياكشن ورد فعل سريع جدا من شريف. طيب انا اريد الوقوف معك في النقطه اخيره وهي اداء شيكابالا داخل الملعب وخروج اللاعب في بعض الاحيان عن اعصابه. واحد من اعز اصدقائك اعرف، لذلك اترك التعليق لك على شيكابالا على اداء اللاعب في هذه المباراه. الحقيقه يعني شيكابالا بيبقى عليه ضغوط نفسيه كبيره جدا، وهو بيعيش نفسه في الضغوط دي، وساعات الضغوط دي بتخرجه بره اداؤه وتخليه اداؤه يقل نسبيا. وانا في رايي الشخصي ان سيد معوض النهارده ضحك على شيكابالا. سيد معوض نرفز شيكابالا، وممكن شيكابالا ممكن تنرفزه بكلمه، ممكن تنرفزه بحاجه صغيره، لكن شيكابالا يعني انا بالنسبه لي موقف حرج جدا لان هو صديق عمري واحنا متربيين مع بعض. ف مش عارف يعني رايي بصراحه ان انا اقوله ان شيكابالا لازم يبقى اهدى في بعض الاوقات ولازم يتعلم من الدروس دي. لكن خلينا نقول ان مش شيكابالا لوحده، فرقه نادي الزمالك كلها النهارده اوت اوف فورم زي ما احنا قلنا، ودايما اللعيبه اللي حواليك لما بتبقى كويسه وفي حاله فنيه جيده بتساعد اللعيب الكويس ان هو يبقى في حاله فنيه جيده. طيب نحن وصلنا الى نهايه الشق التحليلي الفني في هذه المباراه، ذلك اشكر محلي الجزيره الرياضيه